يحيسوناش، ولكن ضروري غيبقاو يدوزو واحد الناس منا. اي خطوه كنديروها كندرسوها، علمنا الاخوان على الشارع، ولكن من جا السنه عرفنا بلي الناس قادره توقف معاك خارج نطاق العمل، ولكن اثناء العمل الناس باقا خايفه الاخوان، الناس باقي عندها واحد الخوف في القلب ديالها الاخوان، وداك الشيء علاش حنا هاد الخوف الاخوان خاصنا نهرسوه. باش كنهرسوه؟ الا قدرنا نوصلوا للبرميل ل 3000 عامل ولا 2500 قسما بالله الا غدا غيدار الحل، اقسم لكم يقينا. الا وصلنا للوقفات ديالنا، الا وصلنا فيها لواحد 2500 عامل ولا 3000 عامل، وسمعوني مزيان، غنهضوا الامانه العامه وغنديروا فيها وقفه، وغتكون الوقفه خارج الباب ديال الامانه العامه، وإلا مشاتلو معانا ورحبوا بينا وقالوا وعطاونا الحقوق ديالنا راه غنقولوا لهم مرحبا، وإلا ما مشاتلوش معانا وما حقوش لنا المطالب ديالنا هي تشميد العضويه ديال ابو ناهل. تشميد العضويه ديال ابو ناهل، اعاده هيكله كتابنا، كتاب العام والمعين، الفاقدين الشرعيه النقابيه، اصحاب المصالح، اصحاب الكابيس، اصحاب الفيرمات، اصحاب اللي كيخدموا، اللي كيمشيو يدوزوا الكوتشيات في الصبيور وفرنسا، وحنا الاخوان خاصكم تعرفوا علاش، الاخوان شويه الصوت، خاصكم تعرفوا علاش الاخوان كيضربوا الكتاب العامول باش يوصلوا لاكاس. سولوا على نفوسكم، سولوا على راسكم كيفاش كتاب العامول كيبداو بلا طلوات وكيخرجوا في لاكاس، وانتوما هنا كاينين الناس اللي كيستحقوا. باقي دابا بلافوني في الناف ديزناف، باقي دابا بلافوني في لاسيس، باقي دابا بلافوني في لاسانك، باقي دابا دار 30 عام خارج بلاكار، باقي الناس الاخوان. وكيف يعقل حتى اكسكيسيون خدام كضرب تماره على وليداتك وخارج كدوي على الحق ديالك، واخد الجرعه ومشي قدام البرميل والوجه ديالك مكشوف وما
تسع